السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش اتاخرت عليكم الفتره دي لان انتوا عارفين موسم شغل وكده وانا مشغوله. احنا معانا الشعر ده النهارده كده زي ما انتوا شايفين يا بنات. الشعريه تعبانه مرهقه جدا. النهارده هنعمل لها بوتكس. طبعا تجهيز الشعريه يا بنات، العميله بقالها حوالي 15 يوم بتغسل شعرها، ما بتحطش زيوت نهائيا، شعرها نضيف تماما. لما اجي اوزع الماده الشعريه بتشربها بسرعه. يعني فظيعه. ليه بقى؟ لان الشعر نضيف اصلا ومسام الشعر مفتوحه، مفيش حاجه واقفه بين الشعرايه وبين الماده عشان ما تستقبلش الماده. هنا الشعر ده ما بياخدش ماده كتير، ما بتهدريش ماده كتير. انت بس بتاخدي الفرشه كده وبتوزعي وبتبداي تسرحي بالمشط زي ما انت شايفه كده، وبتاخدي الماده كلها توزعيها على الشعريه كلها. الشعرايه اول ما بتحطي عليها الماده بتلاقيها بتلمع كده، خلاص الشعرايه اتشربت كانها مبلوله ميه. ما تهدريش ماده كتير لان احنا كده كده بنطلع الماده الزياده بالمشط. فانت مش محتاجه ان انت تحطي ماده كتير، تهدري ماده تبقى واقفه معاكي في الكبس وتشطفي وتنزلها في الشطف. فانت هنا في التوزيع خليكي على قد الشعرية ما تاخد بالظبط. ابعدي عن الجذور نص سنتي. طبعا الشعر مغسول كويس جدا جدا بشامبو كلارافاينج كمان عندي. يعني العميلة غاسلة بقالها 15 يوم بتغسل، وانا كمان غسلت. تمام. زي ما انتم شايفين يا بنات اهو، انا ببعد كل البعد عن الفروة، بس بسحب الشعرية كده بايدي زي ما انتم شايفين. بسحب المادة بوصلها للجذور والاطراف بايديا، بحيث ان انا من ناحيه ما اضرش الفروه ومن ناحيه برضو ما اسيبش حته في الفروه علشان تطلع مكسره او تطلع فيها عيوب. وتبداي تسرحي بالمشط كده بتلاقي الماده اتوزعت على الشعرايه كلها وبدون اي اضرار. لان الماده لو وصلت على الفروه، الفروه ممكن تعمل قشره، تعمل طبقه قشره. بعد العميله ما بتروح كده بتلاقي نفسها في طبقه قشره وضحت معاها. ممكن يحصل لا قدر الله المتخصصه وهي بتيجي بتكبس، ممكن المكوه تقف على الفروه فتعمل حرق مع الماده كمان، فتلاقي في طبقه قشره وتطلع بالجلد بعد كده. وفي ناس كتير بتكلمني عندهم المشكله دي وبيحصل تساقط اصلا من ده. فانت خليكي بعيده كل البعد عن الفروه بتاعت الشعر. لو انت مبتدئه ولسه خايفه ان انت تقربي للفروه، في امبولات تقفيل الفروه ممكن تجيبيها وتستخدميها كمبتدئه. ما بتفصلش معاك الماده خالص وبتطلع معاك الشغل زي الفل ومفيش اي حاجه. يعني عندك حلول لكل حاجة. موضوع بقى ان انتي تعرفي ازاي الشعرية دي عايزة ايه، او عايزة بروتين او بوتكس او فيلر او تريتمنت او ايا كان المسمى. الفكرة ان الشعرية اللي قدامك انتي مثلا عندك مادة استخدمتيها مع شعر زي كده، كان مثلا شعر ناعم بس هو هايش شوية تعبان، فاقد كل انواع الترطيب اللي فيه. فانت ممكن تجيبي مادة احماضها تكون كويسة زي البوتوكس مثلا، هادية على الشعر. محتاجة نوع معين من الشعر ان هي تفرده بس بدون اضرار وتديله لمعة وشكل كويس وانسيابية كده وطريان. فخليكي على طول عارفة ان المادة دي معروفة لده. والمبتدئين انا مثلا مش هقدر اجيب المواد دي كلها، فعادي جدا انت ممكن تشتغلي بنوع واحد مع نوعين ترميم ولا حاجة. تستخدمي مثلا لو شعر مثلا ويفي بتحطي ترميم نسبة وبتحطي نسبة بروتين. لو مثلا شعر افريقي بتحطي برضو بتقللي الترميم بس بتزودي نسبة البروتين. فانت ما تخليش حاجة توقفك. طبعا الشعر احنا لنا خلاص التوزيع بنسيبه كده ساعة. وهنروح بقى لمرحلة الشطف اللي البنات كتير بتخاف منها، وبنات كتير اعتمدتها بعد الحمد لله ما شافوني وشغلهم اتغير جدا جدا وبقوا بيعتولي شغل. والله العظيم انا نفسي ببقى مبسوطة جدا جدا من اول مرة شغل ويطلع بالحلاوة دي ويطلع بالتكنيك ده ويطلع باللمعة والطريان ده. الشطف زي ما انتم شايفين كده يا بنات، المية بتنزل يعني معرقة بالمادة، وفي نفس الوقت انا مش مزوده ماده اصلا في التوزيع. فبالتالي انت لما تيجي تشطفي وانت مش مزوده في الاول بتشطفي نص شطفه. لكن لو انت حسيت ان الشعر ده خد ماده زياده او فوق المعتاد، لا اشطفي كويس. لان الشطف ده هينفعك في الكبس، مش هتهلكي المكوه، مش هتوقفي ماده على المكوه تحرق لك البلاطه بتاعه المكوه، مش هتهلكي نفسك انت. يعني انت لو انت مش شاطفه ممكن تكبسي 10 كبسات، لكن لو انت شاطفه ممكن تكبسي 5 6 7.
فالشطف مهم جدا يا بنات، ما تخافوش. والشطف يكون بميه ساقعه مش بميه سخنه. والتنشيف هنا عادي باستشوار سخن عادي، بس زي ما انتم شايفين في مسافه بين الاستشوار وبين الشعرايه. وتنشفي الشعر تماما. لما تنشفي الشعر كده زي ما انت شايفاني بيساعد معاكي في الكبس. لما تيجي تكبسي على شعر مبلول الشعريه بتاخد معاكي مده اطول في الكبس. شفت لما بقرب الاستشوار في ماده بتطلع، بخار بيطلع. ليه؟ الشعر كده كده فيه ماده اصلا. يعني ما تقلقيش من الشطف خالص. بنات تقولي لا انا ماليش قلب، لا ما تخافيش. نيجي بقى لمرحله الكبس. الكبس غير التوزيع. يعني انت لو تلاحظي في التوزيع انا كنت باخد خصلات ايه؟ كبيره عريضه. لكن هنا باخد خصلات رفيعه. ليه؟ عشان الحراره هي اللي بتثبت الماده في الشعر. الحراره هي اللي بتثبت الماده في الشعر يا بنات. نشتغل على درجه حراره كام؟ اشتغلي على اعلى درجه حراره. جيتي تكبسي لقيتي درجه اللون بتاع الشعر بيغير معاكي من اول كبسه، وطي درجه الحراره ايه؟ درجه. ما تسالنيش في الكومنتات انت اشتغلتي على درجه حراره كام، لان انت ممكن يجيلك شعرايه غير اللي انا شغاله عليها. فبالتالي اجي اقول لك اعملي على درجه حراره كده فاذيكي. يعني بدل ما افيدك اذيكي. فانت ليكي عينين بتشوف. تركيزك انت مع شغلك هيطلع شغل معاكي زي الفل. اللمعه اللي قدامكم دي يا بنات حتى في الكبس من الشطف. واللمعه دي ليه برضو؟ عشان الماده خفيفه. الشعريه مش ملبده، مش ماسكه في بعضها. مش الماده مش حاميه. مفيش شعر كتير بيقع. المشط نضيف. يعني كل حاجه معاكي كويسه. المكوى انا بشتغل بمكوتين. ليه؟ عشان انا ما بوقفش المكوى على الشعريه زي ما انتم شايفين. في انواع شعر بمشي بيها بالراحه جدا. المكوى بمشي بيها بالراحه جدا على الشعرايه زي ما الشعرايه معاكي ايه تستقبل. انا عارفه تكنيك شغلي اللي بيطلع شغل صح. انت كمان هتتعودي وهتتعلمي، وجلسه والتانيه والتالته، ومع الممارسه هتلاقي نفسك احسن واسرع. والناس اللي بتطول في وقت الجلسه ما تزهقيش. بكره اديكي تتعود وتتسرعي وتبقي اسرع. كلنا في البدايه كنا كده. محدش اتعلم مره واحده. الممارسة هتخليكي في حتة تانية خالص. هتخليكي تعرفي الأخطاء. هتخليكي تعرفي الصح من الغلط. زي ما انتوا شايفين يا بنات هنا أنا كنت خلصت كبس خالص. فبأكد على الشعراية الأطراف، لأن أحيانا المكوى بتبرد مننا وإحنا نازلين على باقي الشعراية من تحت. فأنا باخد كده زي ما انتوا شايفين خصلات عريضة كده في الأطراف لحد ما أطلع الدخان الموجود كله اللي هو المادة الزيادة في الشعراية. وما تنسوش انا مش مزودة مادة في الاول ومع ذلك شطفت. فانت ما تستسهليش، ما تخافيش، ما تقوليش لا انا بخاف اشطف. ما تخافيش تشطفي. جربي قصة واحدة صاحبتك، في قصة مامتك، في قصة اختك. يعني التجربة خير دليل. التجربة يا بنات خير دليل. الشعر زي ما انتم شايفين بتلمع وزي الفل. نيجي بقى هنا للغسيل النهائي. انا طبعا مش مسرعه لكم الفيديو خالص. انا واخده لقطات صغيره بس مش مسرعه الفيديو نهائي. الغسيل النهائي هو يا بنات بيبقى بميه عادي. ممكن تشغلي ميه فتره، ممكن تشغلي ميه ساقعه، بس انا بغسل بميه ساقعه. نزلنا كده بالميه كده شويه الماده اللي في الشعرايه. هتلاقي نفسك ايه؟ الشعرايه بتنضف معاكي. هتحطي الشامبو بتاعك يكون مجموعه عنايه كويسه، 0 صوديوم و0 سلفات، وهتنضفي الشعر تماما زي ما انت شايفاني كده. انا هنا مش مسرعه الفيديو، مش عامله اي حاجه، مورياكي الخطوات بالحذافير. فانت مش محتاجه اي حاجه. لو رحتي كورس مش الكورس هيديكي ايه؟ هيشتغل على عميله واحده على شعر واحد؟ لا. انا هنا في القناه بجيب لك كل انواع الشعر، اذا كان ويفي، اذا كان كيرلي، اذا كان افريقي، اذا كان خشابي. كل انواع الشعر بجيبها لك. الغسيل يا بنات لازم تغسله كويس جدا جدا جدا. اللمعه بتيجي من الغسيل. لمعه الشعرايه بتيجي من الغسيل. لو حتى الماده اللي انت شغاله بيها نسبه الزيوت فيها عاليه او يعني بتبقى ملزقه معاكي، فانت عشان تصويرك يطلع كويس وعشان الشعر يطلع فلافي كده مع العميله لازم تغسلي كويس. الغسيل الكويس بيطلع نتيجه كويسه. هنا اهو هنبتدي ننشف. الاستشوار هنا شغال هواء بارد. التنشيف النهائي بيكون هواء بارد. السؤال ده جه 100 مرة في الكومنتات وانا بقوله في كل فيديو. فانتوا يا بنات اتفرجوا على الفيديو هتستفادوا كتير والله العظيم وهترتاحوا كتير. انا بقول كل حاجة في الفيديو. التنشيف لازم يكون هنا باستشوار هواء بارد لحد ما تنشفي تماما 100%.
لو عايز تخليه بقى فلافي كده، هو بيبقى فلافي والله مش محتاج حاجه، يبقى شغال السخن المتوسط قيمه 3 4 دقايق. العميله لازم تفرد شعرها كده لمده 10 ايام. في واحده تيجي تقول لي ايه ده، المتخصصه قالت لي ما تغسليش شعرك. لا، انت كمتخصصه ما تقوليش ما تغسليش شعرك، تغسل براحتها خالص، لان احنا مش ما ينفعش نقول لعميله ما تغسليش شعرك. تغسل شعرها عادي جدا بس تنشفه وتسيبه مفروض طول الوقت وهو ناشف. دي النتيجة النهائية يا بنات، زي ما انتم شايفين الشعر اهو. لمعة الشعر دي طبيعية، انا يا دوب غسلته بشامبو العناية اللي هو زيرو صوديوم وزيرو سلفات، ما عملتش اي حاجة، ما حطيتش سيرم، ما حطيتش اي مادة دهنية. الشعرية يا بنات قدامكم اهي بطبيعتها، بطريانها، بلمعانها. إيه يعني اللهم بارك اللهم بارك. المادة كويسة جدا، المادة مناسبة جدا للشعر، اشتغلتها بتكنيك كويس جدا. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. فانتوا يا بنات اشتغلوا واتفرجوا على الفيديوهات وتعلموا، وان شاء الله تستفادوا كتير جدا جدا. لازم العملية تستخدم مجموعة عناية محترمة عشان يحافظ على الفرد مدة أطول. اللي أول مرة يدخل القناة عندي وما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا جدا يا بنات. اللي عنده أي سؤال يسأل في الكومنتات وأنا هجاوب عليه. ويا رب النهاردة تكونوا استفدتوا حتى لو بحاجة بسيطة. سلام يا بنات.